اللي هو زي كل العرب، هو مفيش مصريين معروفين هنا، بس هم معروفين العرب يعني، فاهمني؟ هو ده العيب الوحيد اللي فينا هنا او في فرنسا يعني. طب عاوز اسالك سؤال، انت قبل ما تيجي كنت تسمع حاجات كتير مغاية علي بابا كلنا كده. انا بصراحه يعني كنت مفكر ان هو بقى هنيجي اللي هو اصلا الواحد يصحى براحته وبتاع، والجو ده اكل نضيف شرب نضيف، حاجه اللي هو سبيسيال زي ما بيقولوا. فالفلوس ديت بالنسبه لنا كنا فعلا هنطلع الصبح نلاقي الناس بترميها من الشبابيك، نلم من احنا ورا، احنا اللي بنلم الفلوس في فرنسا. فطلع الموضوع غير كده خالص يعني، طلع الموضوع شغل وتعب ومرمطه، وعلى صحتك يعني، كله على صحتك، ما عندكش صحه وتعبت فمش هتلاقي. هل احنا قلبنا على قلب بعض وبنساعد بعض بصراحة؟ والله الأغلبية نفسي ثم نفسي، ثم ما فيش حد بعد كده. نصيحتك ايه لاي حد لسه جاي جديد؟ والله نصيحتي ان هو يعني لأي حد جاي يبقى مشيئته على ربنا، وما يحطش دماغه ان حد هيساعده، يخلي بس السند ليه وكده ربنا، لان ربنا بجد هو اللي بيقف جنب الواحد هنا، مفيش حد بينفع حد هنا. اللي بيقول لك يا استاذ حليم تعالى وهشوف لك سكن وهعمل لك وهسوي لك، مجرد ما بتنزل البلد بتلاقي الكلام اتغير 180 درجه. فربنا اللي بيسهل لك الحال. احنا اتمرمطنا لما جينا يعني بجد، الناس استقبلتنا بس اتمرمطنا، ما حدش ساعدنا. قال لك دور على شغلك دبر راسك، احنا كفايه اللي احنا عملناه معاك، انت جيت سكن فكده خلاص يعني. فبجد يعني كل واحد يبقى جاي رامي بس حمله على ربنا مش على حد تاني. ايه رايك في المحتوى اللي انا بقدمه بصراحة؟ لا والله يا استاذ حليم، انا بتابعك يعني، دي حاجه بعيد عن اي حاجه، انا بتابعك كلامك كويس والله.